السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ سعد. فيديو جديد اليوم ان شاء الله نشارك معكم الوصفه ديال الكاليط. كتجي روعه، الدواز اتاي كيجي زوين بزاف لذيذ. مقادير بسيطه وبالزربه كيوجد، كيجي مقرمش من برا وهشيش من الداخل. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 2 بيضات كبار، الا كان عندك البيض صغير تقدري تستعملي 3 البيضات. انا عندي هنايا 2 بيضات كبار، درت غير 2، حيدت منهم واحد الصفر باش ندهنهم في الاخير. كنضيف عليهم قبيصه ديال الملحه، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، واحد ساشي فاني. كنطرب البيض مع السنيده مزيان. كنستمر في التحريك حتى كيتجانسوا ليا دوك البيض والسنيده. كنضيف عليهم واحد الحامضه كنحكها، كتعطينا واحد المذاق، في نفس الوقت كتحيد لينا الزفوريه ديال البيض. كنخلط حتى هي معاهم ديك القشور الحامضه، وفي نفس الوقت كنبقى نحرك حتى كتذوب ليا السنيده. كنضيف عليهم واحد الكاس ديال الزيت نباتيه، كنحركو حتى هو مزيان. كنضيف واحد المعلقه ونص ديال العسل، الا ما كانش تقدروا تعوضوه بالكوفيتير، المهم اللي متواجد عندكم في البيت. مع التحريك دائما المكون اللي زدناه كنبقاو نحركو. من بعد ما تجانس لي الخليط ديالي كنضيف عليه هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال الكوك محمر، كيعطينا واحد النكهه زوينه بزاف، واحد المذاق لذيذ. كنضيف 2 خمارات من فئه 8 غرام، في المجموع 16 غرام. كنخلطهم حتى هما. عاد كنبدا نضيف الدقيق، العبار بكاس العنبه كنضيف هنايا الكاس الاول. كنخلط، كنبقى نضيف بشويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه ديالي. كنزيد الكاس الثاني، كتبدا العجينه ديالي تجمع. كنحيد الفوي وكنكمل بيدي. هذا الكاس الثالث. كندخل الدقيق بشويه بشويه. كنضيف الكاس الرابع. الكاس الرابع كنبقى نضيف بشويه بشويه باش ما تجمع ما تقصعش ليا العجينه ديالي. انا خليت لكم المراحل كامله باش تعرفوا بالضبط شحال غتهز ليا. هذا الكاس الرابع ضفته كامل. كيف ما كتلاحظوا العجينه كتكون باقي كتلصق معايا، باقي كتلصق ليا في يدي. بقى محتاجه شويه ديال الطحين. هذا نص كاس. العجينه هزات ليا 4 الكيسان ونص. العجينه خاصها تكون مرخوفه، ما تكونش قاصحه بزاف. هذاك النص الاخير زدته حتى هو كامل. المهم الكميه ديال الدقيق عندي 4 الكيسان ونص في المجموع. داك النص الاخر تقدروا ما تحتاجوش، حيت على حسب الكميه ديال على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندكم. العجينه كيف ما كتشوفوا كتجينا على هذا الشكل، كتكون
ما تكونش ثقيله بزاف، ما تكونش قاصحه. صافي كنبدا نشكل الكويرات الحجم اللي بغيتوهم كبار، بغيتوهم موين صغار، المهم كل واحد على حسب الاختيار ديالو وعلى حسب شنو كيفضل. كنستمر حتى كنشكل الكميه اللي كامله اللي عندي ديال العجينه، يكونوا الحجم ديالهم متساوي باش يجيونا مزيانين في الشكل ديالهم. ملي كنكمل الكميه كامله د العجينه اللي عندي داك الصفر البيض اللي خليت، كنضيف عليه واحد المعلقه ديال الخل، وكنضيف عليه قهوه سريعه الذوبان، وكنبدا ندهن الكاليط ديالي. الفران يكون سخون من قبل، كنكون شاعله البوطه قبل، ضروري الفران يكون سخون. صافي من بعد ما كندهنهم كاملين كنجيب واحد الفورشيط وكندير ليهم واحد الشريطات الزواق اللي بغيتو. هاد الشريطات كيجيو مزوقينهم من الفوق، كيجي الشكل ديالهم زوين. على هاد الشكل هذا تقدروا تشرطوهم كاملين. المهم التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا فوق منهم شويه ديال الزنجلان، شويه ديال او شويه ديال الكاوكاو كونكاسي، شويه ديال اللوز ايفيلي، المهم على حسب نتوما. انا خليتهم هنا سامبل ما فيهم حتى حاجه. كنكمل ليهم التزيين ديالهم داك الشريطات، كندخلهم الفران يكون سخون مزيان، كنحطهم من الفوق في الفران الفوق، كنعطيهم الوقت حتى كيطيبوا كيتنفخوا، كيجيوني على هذا الشكل هذا. كيجيو رائعين محمرين من الفوق من التحت، مذاق لذيذ بزاف. تقدروا تصيفطوهم مع الوليدات في الكوتي او دوز اتاي الى القهوه د العشيه، كيجيو زوينين بزاف رائعين. هنا من بعد ما بردوا غنفتح معكم واحد الوحيده، كيجيونا هشاش من الداخل خفاف. دغيا كيتهرسوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا كنتي اختي اول مره كتزوريني في القناه، ما تنسينيش من الاشتراك، تفعيل زر الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد. خليتكم على خير، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.